بعد تحدي عاصم كمال بتاع ضرفة الشيش القديمة كنت منتظر تحدي جديد، والنهاردة بشترك في تحدي جديد مع عاصم كمال وأجمد ميكرز تانيين وصناع محتوى في ازاي نقدر نعمل بروجكت جديد باستخدام خشب الباليتا القديمة دي ويكون ليها أي علاقة بكلمة جيم أو بموضوع لعبة. بص، هو أنا ما كنتش متخيل إن أطلع بالنتيجة الجامدة دي، وكنت مبهور جدا بيها وواثق أنت كمان هتنبهر لما تشوفها. اول حاجه عملت التصميم ده على برنامج فيوجن 360، وبعدين بدات بتفكيك خشب الباليتا باستخدام الكوريك، واللي كان امر شاق جدا بسبب كتر المسامير اللي فيها وسوء جوده الخشب. وبعد ما فكيتها كلها اخيرا جمعت الخشب وطلعت على ورشه خشب جنبي عشان تمسح لي الخشب ويكون افضل شويه في الشغل. رجعت ورشتي وبدات اشوف الخشب، وكالعاده مسح الخشب ما كانش افضل حاجه. بدات اخد في مقاساتي، وبعدين بدات اقطع الخشب لمقاسات تقريبيه على منشار الترابيزه. وهنا باين ان الخشب مش ممسوح كويس، فحاولت اسوي الاحرف عشان لما اجمعهم جنب بعض ما يكونش فيه مسافات ما بينهم. خلصت تقطيع وبدأت ارص في الخشب، وحطيت بين كل قطعة والتانية عود رفيع كده، هتعرفوا ليه دلوقتي. بعدين بدأت اختار في لون الصبغة اللي هصبغ بيه الاعواد الرفيعة عشان لما احطها وسط القطع التانية تعمل شكل كأنه فراغ كده في سطح الخشب. خلصت وبعدين رصيتهم جنب بعض. وهنا بنتي كانت مصرة انها تقطع معايا بعض الزيادات في الخشب باستخدام المنشار. قدام ورا، انا مش عايز اضغط لتحت جامد. وطبعا مادام الكبيرة ساعدتني لازم الصغيرة تساعد هي كمان. حتة زي دي على بعض مظبوطين. لا، استنى. وبعد ما طلعت عيني اخيرا خلصنا، وبدأت أجمع الألواح في بعض بقطعة خشب من تحت كده تمسكهم وتخليهم كسطح واحد مستوي، واللي مش هيبقى مستوي قوي، وهنشوف ازاي هحل المشكلة دي كمان شوية. بدأت أجمع في قطع القاعدة في بعض، وبعدين خدت القياسات اللي محتاجة أقصها من مكعبات الباليتا وقطعتها على منشار الترابيزة. اديتها صنفرة كده وبعدين صبغتها بنفس اللون الغامق اللي استخدمته من شوية، وبعدين ثبتهم مكانهم بمسامير. وده شكل الجسم النهائي، واتمنى تكون خدت بالك ان الشكل ده شبه الباليتا برضو بس على اصغر شويتين. بعد ما حطيت الاجزاء على بعض لقيت كده في فرق نص سنتي يمين وشمال، فجبت القطعة الرفيعة دي وصبغتها وثبتها يمين وشمال باستخدام الدباسة. وبعدين حطيت قطعة الخشب دي من تحت عشان تثبت القطع اكتر في بعض بما انه مفيش غيرها. دلوقتي بقى هنبدأ في الجزء الاهم، وهو الجزء الميكانيكال او الجزء المتحرك، وده هيكون متكون من بعض القطع الالكترونية كده. اول حاجة هستخدم قطاع من 2040، وبعدين هثبت في جنب ستيبر موتور، والناحية التانية هيكون فيها البكرة اللي هيلف عليهم السير ده، وبعدين يمسك القاعدة دي ويقدر يحركها يمين وشمال.
وبعدين بدأت أعمل توصيلاتي وأنا هستخدم مايكرو كنترولر ESP32، وده هيكون الكمبيوتر اللي بيخليني أقدر أتحكم في القطع دي كلها. كان ممكن أستخدم الأردوينو أونو بس ما بيكونش فيها بلوتوث، هستخدم ESP32 عشان أقدر أتحكم في القطع عن طريق دراع البلاي ستيشن. المهم بعد فرهدة كبيرة مع شات جي بي تي أخيرا كتبت الكود وخليت الدراع يتحكم في الموتور ويحركه يمين وشمال، وبعدين ضفت السولينويد واللي هنعرف إيه لازمته كمان شوية، وبعدين ضفت ليميت سويتش يمين وشمال عشان يوقف الحركة والقاعدة دي ما تخبطش في الموتور أو البكرة. وبعد ما كله اشتغل تمام بدأت بقى أثبت الجزء ده كله في القاعدة الخشب. وبعدين كنت محتاج حاجة أحط فيها السولينويد، فجبت حلتين من لعبة المطبخ بتاع بناتي، وبعدين سخنت شوية خافض لسان في مية سخنة عشان أقدر أتنيهم بالشكل ده، وبعدين حطيت غيرة وثبتهم على كوباية عشان ينشفوا على الشكل ده. وبعد ما نشفوا تاني يوم جربتها لقيتها زي ما أنا عايز بالظبط. صنفرت زيادات الغيرة وخرمت مكان السولينويد وثبته جوه الحلة. وبعدين خرمت في الجزء الخشب عشان نثبت فيه الصامولة بتاعت السولينويد عشان يديني الحركة دي بالظبط. ودي كده هتبقى فايدة السولينويد، هقدر اضرب بيه كورة او البلية دي. المهم ثبت مكانه على القاعدة، وبعدين كررت كل ده مرتين عشان اللعبة دي هيلعبها 2 قصاد بعض. وبعدين حطيت قطعة الخشب دي اللي هثبت عليها لعبكة الأسلاك دي كلها، وبعدين ظبطت الكهرباء لان انا هنا هحتاج نوعين فولت، الموتور والسولينويد هيحتاجوا 24 فولت والباقي هيحتاج 5 فولت بس. المهم حاولت انظم الاسلاك الكتير قوي دي على قد ما اقدر باستخدام دبابيس المكتب، وده كده هيبقى الشكل النهائي. وبعدين حطيت شريحة فوم صغيرة كده على الجزء الخشب ده عشان يمتص الصدمة وما يعملش صوت عالي اثناء اللعب. دلوقتي بدأت في رحلة الحواجز الجانبية، وانا بجرب زي ما واضح كده سطح الخشب مش مستوي كويس وعمال يتحكم في حركة الكورة يمين وشمال، وهحتاج يكون السطح مايل تجاه الاتنين اللي هيلعبوا عشان الكورة ما تقفش في النص. فجبت حتة اكليريك شفاف كده قديمة عندي وحطيتها بحيث تنعم السطح، وبعدين حطيت تعلية في النص كده عشان تظبط حركة الكورة تجاه كل لاعب وما تقفش في النص. وبعدين جربت اعمل حواجز كده بالاكليريك يمين وشمال، وكمان عملت رف زي ده هيكون تحت كل لاعب عشان يجمع فيه الكور. وجربته وطلع شغال كويس جدا، بس عشان الاكريليك قديم فمتخربش كتير فقلت ارشه بسبراي اسود عشان يكون اشيك شويه. جيت اجرب بقى لقيت الكرة بتفضل لازقه في الحواجز فقلت اغير التصميم لحاجه تانية. ووصلت بعد محاولات كتيرة جدا للشكل ده، وبعدين قصيت فيه كيرف من تحت عشان يكون بنفس الكيرف بتاع الاكريليك الشفاف، وبعدين صبغت الحواجز بني وعملت فيها فتحات كده عشان اقدر استخدمها لحساب السكور لكل لعيب. وبعدين حطيت قطع الخشب الصغيرة دي عشان تثبت العود اللي معلي الاكريليك مكانه وما يتحركش. واخيرا ثبت الحواجز في الجسم وثبت الاكريليك الشفاف بمسامير، وبعدين ثبت الجسم في بعضه. وبس كده اخيرا خلصت التحدي. دي لعبة كراش باش زي اللي كنا بنلعبها على البلاي ستيشن زمان بس في الحقيقة، واللي كنت شفتها من سنتين على تيك توك وكان نفسي اعملها من غير ما اشتري التوتوريال بتاعها، والحمد لله بعد ما كنت بدأت في البروجكت من سنتين اخيرا خلصته، وبسبب التحدي مع عاصم كمال واجمد ميكرز وصناع محتوى قدرت ان اخلصه اخيرا، وكمان بتحديثات وتطويرات زي التحكم بدراع البلاي ستيشن. كمان عندي افكار اكتر بس ما كانش في وقت لتنفيذها وممكن ابقى انفذها مستقبلا. سعيد طبعا بمشاركتي في التحدي تاني واتمنى يكون البروجكت عجبكم. عايزك تقول لي اي اقتراحات اقدر اضيفها للعبة، وتقول لي رايك في التعليقات، وتشترك في القناه وتتابعني على السوشيال ميديا. تعليقكم بيفرق جدا مع الواحد وبيشجعه يكمل في تقديم المحتوى. كان معاكم أسامة غمري وشكرا جزيلا.